علاش البيزنس ديال الديجيتال ماركتينغ او الديجيتال اجنسي هو بيزنس ديال المستقبل كيف ما كيقولوا؟ اولا خاصنا نعرفوا بان الطلب على الخدمات ديال الديجيتال ماركتينغ غادي في واحد التصاعد اللي كبير بزاف، وهذا الشيء راجع شنو السبب الرئيسي في هذا الشيء؟ هو ان كاع المشاريع سواء كانوا صغار او ديجا مشاريع اللي كبار، فالهدف ديالهم او الهدف الوحيد هو انهم يدخلوا الكاش. فشنا هي الطريقه باش يدخلوا كاش او كيفاش يقدروا يدخلوا هذا الكاش او باش يسكيلوا البيزنس ديالهم اللي يكبروا؟ فهو خصهم يديروا الديجيتال ماركتينغ. كيف ما كنشوفوا في هذه الاونه هذه الديجيتال ماركتينغ ولا واحد الحاجه اللي ضروريه ان يكون عندك واحد السيت ويب، ما بقاش بريستيج، انما واحد الحاجه اللي مهمه باش هكاش اتراكتي واحد الكلاينت. والحاجه اللي خاصك تعرف بان سواء كنتي واحد الشخص اللي عادي او كنتي واحد الفريلانسر ديجا كيقدم واحد الخدمات بطبيعه الحال ديال السوشيال ميديا، فراه الوقت هو هذا انك خاصك ضروري تبدا السوشيال ميديا ماركتينغ ايجنسي باش هكاش تقدر تستافد من هذه الموجه هذه اللي كاينه وتبدا تحقق واحد المداخل اللي محترمه. شنو هو دروب سيرفيسين او شنو هو نموذج العمل ديال دروب سيرفيسين؟ بكل بساطه كيف ما شفتوا راه كاينه دروب عاد كاينه سيرفيسين، يعني شي حاجه عندها علاقه بلي سيرفيس. تقريبا راه بحال الدروب شيبين، نفس الكونسيبت. هو هنايا كنبيعوا خدمه بطبيعه الحال، ما كنبيعوش بروداكت. من بعد ما كنبيعوا الخدمه كنمشيو كنقلبوا حنايا على فريلانسرز اللي يديروا لنا هذه الخدمه، ماشي حنا اللي كنمشيو كنديروها. هنا الناس مزيان هذا البيزنس موديل، الناس اللي ما عندهمش واحد الاكسبيريونس او شي حاجه. فهنا انت كتمشي كتقلب على واحد الفريلانسر اللي يدير لك ديك الخدمه. انت خدمتك كتكون هي انك تكلوزي كلاينت وتكلوزي معاه الديل، وهنا بطبيعه الحال كتفاهم مع داك الفريلانسر على واحد الثمن مناسب وكتزيد الثمن ديال الخدمه ديالك، وهذا هو البروفيت او الهامش ديال الربح ديالك. وعلاش هذا البيزنس موديل مزيان وكنصح به اي واحد باقي مبتدئ؟ حيت بكل بساطه تقدر تخدمه واخا ما عندكش واحد الاكسبيريونس او ما عندكش واحد الكابيتال في الاول. شنو الفرق ما بين الدروب سيرفيسين والدروب شيبين؟ هنا غنمشيو نشرحوا بعدا البيزنس موديل الاولاني ديال الدروب شيبين. بكل بساطه واحد الشخص كيكون كيسكرولي اونلاين، كيدوز لا كوموند ديالو. شنو كيدير هاد الدروب شيبر او داك مول داك ستور؟ كيمشي كيقلب على واحد السبلاير اللي كيبيع البرودكتس وكياخذ من عنده داك البرودوي وكيليفريه للكلاينت، وهنا كياخذ الهامش ديال الربح ديالو. مثلا واحد البرودكت كيتباع ب $20 عند السبلاير، انا كنحطو في واحد الويب سايت كنبيعو ب $100 وكنخلي ليا داك الهامش ديال الربح. هنا نفس تقريبا الكونسيبت كاين في الدروب سيرفيسين، غير هو هنا كنبيعو سيرفيس. شنو كنديرو؟ ملي كيجينا واحد الكلاينت كنمشيو مثلا كياخذ الستور ديالنا، كيدخل كيدوز لا كوموند ديالو او يدوز الكوموند ديالو سواء في ميتينغ ولا واتساب ولا على حسب لي سيرفيس. فانا كنمشي كنقلب على واحد السبلاير، غير هنا السبلاير كيكون واحد الفريلانسر اللي غيكون كيدير لي ديك الخدمه بواحد الثمن مناسب، وانا عاوتاني كنزيد الهامش ديال الربح ديالي بكل بساطه. وهذا هو الفرق ما بين الدروب سيرفيسين والدروب شيبين. شنو هما المميزات او علاش الدروب سيرفيسين كيتعتبر احسن بيزنس موديل؟ اول حاجه هو باش تبدا الدروب سيرفيسين ما غاديش تحتاج واحد الكابيتال. باش كنقصد هنايا الدروب سيرفيسين يعني تكون عندك واحد لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ. الدروب سيرفيسين هو تحاول تشوف واحد الناس واحد اخرين هما اللي يقدموا لك الخدمه. والحاجه الثانيه هو ما غاديش تحتاج واحد الماتيريال اللي كبير باش تبدا، فقط خص يكون عندك بيسي وتليفون وتقدر تبدا وتلونسي لاجونس ديالك. والحاجه الثالثه واللي مهمه وزوينه بزاف هو ما كتحتاج واحد الاكسبيريونس اللي تكون كبيره. واخا ما تكونش عندك اكسبيريونس تقدر تخدم في هذا البيزنس موديل. وعلاش؟ لحقاش بكل بساطه كنحاولوا نخدموا مع فريلانسرز اللي ديجا كتكون عندهم اكسبيريونس. انت فقط خص يكون الهم ديالك الوحيد هو انك تجيب واحد الكلاينت لاجونس ديالك اولا البيزنس ديالك. يعني انت خصك تكلوزي الديلز ودير مبيعات، هذا هو الهدف ديالك. بالاضافه على انك تليفري للناس واحد السيرفيس اللي يكون بكواليتي مزيانه بطبيعه الحال عن طريق انك تخدم مع واحد الفريلانسرز اللي كيقدموا واحد الخدمه بواحد الكواليتي اللي تكون زوينه. علاش الديجيتال ماركتينغ اجنسيز او دي زاجونس اللي متخصصين في السوشيال ميديا ماركتينغ عليهم واحد الطلب اللي كبير بزاف؟ اولا خاصك تعرف بان المارشي عليه واحد الطلب اللي كبير، لحقاش انا عندي اجونس مثلا ولكن ما نقدرش نخدم مع كاع لي بيزنس اللي كاينين في الواقع. زائد ان مثلا نفترض الا خرجتي دابا للزنقه مشيتي للشارع غادي تلقى داك الشارع انت اللي كدوز منه ولا اللي ساكن فيه غادي تلقى فيه على الاقل واحد 20 ولا 30 بيزنس. يعني كاين واحد الطلب اللي كبير بزاف. واخا كاين دي زاجونس اللي كثارين وفي نفس الوقت ما كيقدروش يلبيو كاع الطلب اللي كاين في المارشي، لحقاش بكل بساطه كاع لي بيزنسز دابا الهدف ديالهم هو انهم يحققوا واحد الكاش. وحنا باش كنديروا واحد اولا كنلونسيو واحد لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ، فشنو كنديروا؟ كنعاونوا هاد الاشخاص او هاد اصحاب المشاريع انهم يدخلوا كاش اترافير داك السيرفيس اللي كنقدموا ديال الديجيتال ماركتينغ. فهنا كنشوفوا هاد الاندستري هادي عليها واحد الطلب اللي كبير بزاف، وكاينه فرصه فاش انك حتى انت تلونسي لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ ديالك.
من اهم النقط اللي كتكون يلاه بادي واحد لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ هي انك تخدم بالبيزنس موديل ديال الدروب سيرفيسين. بكل بساطه هي انك تشوف واحد الفريلانسرز واحد اخرين هما اللي تكلفوا لك بالخدمه. ومن الحوايج المهمه في هذه القضيه هو انك كتستافد من الاكسبيريونس ديال الفريلانسرز الاخرين، لحقاش ملي كتكون يلاه بادي بطبيعه الحال ما غاديش تكون عندك واحد الاكسبيريونس في واحد السيرفيس. فهنا اهم حاجه ولا اذكى حاجه هي انك تمشي تستافد من الاكسبيريونس ديال الناس واحد اخرين، يعني تقلب على فريلانسرز وتخدمهم معاك في الايجنسي ديالك. الحاجه الثانيه عاوتاني واللي زوينه بزاف هي انك ملي كتكون كتخدم مع فريلانسرز فراه تقدر تلقى مثلا فريلانسرز في العالم كامل وتستافد من الاكسبيريونس ديالهم، سواء مثلا في تشاينا، في الانجليز، في مصر، في الجزائر، فيما بغى يكون هذا النوع ديال الفريلانسر راه ممكن تخدم معاه. هنا عاوتاني كيبقى نقدروا نقولوا داك العائق ديال اللغه. مثلا الا كنا حنا مغاربه فراه ممكن انك تخدم فقط مع جزائريين بلادهم في تونس ولا شيء، ولكن الا كنتي كدير واحد السيرفيس اللي وورد وايد او لا ما كيحتاجش مثلا اللغه، بحال دابا نعطيكم مثال، الا كانت عندك واحد لاجونس متخصصه في الفيديو برودكشن، يعني مثلا كدير فيديوهات سينماتيك، فهنا فراه ممكن تقلب على واحد الانسان في فايفر يدير لك واحد الفيديو ايديتين بواحد الكواليتي اللي طالعه، حيت ما غاديش تحتاج اللغه، فقط غتحتاج اللغه باش تكومونيكي معاه وصافي. والحاجه الزوينه عاوتاني هي انك ما كتكثرش عليك لي سالاري، وهذه الحاجه اللي كنعرفوا بانها راه واحد العائق كبير لكاع لي بيزنس، هي انك تجي تكثر عليك لي شارج من البدايه. فهنا الحاجه الزوينه هي انك ملي كتكون كتخدم مع فريلانسرز، الا جات الخدمه راه كتخلصوا على داك البروجي، ما كانش الخدمه فراه ما كاينش واحد الصالير هنا اللي كيكوست عليك. وانت الهم ديالك الوحيد اولا شنو الميسيون ديالك في لاجونس هو انك بحال قلت تقريبا كتكونيكتي الكلاينتس ديالك مع واحد الناس اللي عندهم موهبه. وهنا بطبيعه الحال ماشي كتكونيكتيهم وصافي، انما كتحاول تماركيتي السيرفيس ديالك على طرافيغ ديك لاجونس ديالك وكتبين راسك ان راه عندك اجونس. دابا غادي نشوفوا شنو هو الدور الرئيسي ديال واحد الشخص عنده اجونس وواخا يكون خدام بالدروب سيرفيسين. فانا غادي نشوفوا شنو هو الهم ديالو او شنو الحوايج اللي خصو يركز عليهم. اول حاجه هو انه خصو يركز على انه يلقى كلاينت، حيت كيف ما كنعرفوا كل ما جبتي كلاينتس بزاف كل ما غادي تدخل كاش، كل ما غادي تقدر تكبر لاجونس ديالك. فالحاجه اللي خاصك تفوكسي عليها كواحد الانسان عنده اجونس هي تحاول تلقى كلاينتس وتكلوزي الماكسيموم ديال الديل، بالاضافه على انك تماناجي العلاقات ديال دوك الكلاينتس ديالك. مثلا تحاول تكون كتسمع ليهم، تحاول تكون كتكومونيكي معاهم، تكون كتليفري ليهم التاسك ديالهم. بالاضافه كتكون انت هو داك الشخص اللي كنقدروا نقولوا استراتيجيست ولا اي حاجه عندها علاقه باستراتيجي ديال البيزنس ديالك، فراه انت اللي كتكون مكلف بها. بالاضافه على انك راه انت هو الوجه الاعلاني ديال لاجونس ديالك. داكشي علاش حاول ترد البال، حاول تكون واحد الشخص تقدر تخرج دير كونتوني في السوشيال ميديا باش هكا تخدم اكثر على لاجونس ديالك. دابا غادي نشوفوا واحد الخمسه ديال المجالات اللي تقدر تلونسي فيهم لاجونس ديالك وعليهم واحد الطلب اللي كبير بزاف في 2025. اول دومين او اول نيت اللي تقدر تخصص فيها هي دير واحد لاجونس ديال شورت فورم كونتنت، يعني شنو تكلف بالايديتين ديال الناس ديال الفيديوهات سواء ريلز، تيك توك، شورتس الى اخره. فتقدر تخصص فقط في الشورتس، بالاضافه على انك ممكن كاع تزيد حتى سيرفيس ديال لونغ فورم كونتنت، يعني الفيديوهات الطويله. السيرفيس الثاني اللي ممكن تبيع واللي حتى هو عليه واحد الطلب اللي كبير بزاف اللي هو ميديا باين. شنو كنعني بالميديا باين؟ هي تكون كتطلق اعلانات للناس سواء في ميتا، يعني كنقصد ميتا، فيسبوك وانستغرام، تيك توك او لا جوجل ادز. المجال الثالث اللي تقدر تخصص فيه هو اليو جي سي. شنو كنقصد باليو جي سي؟ هي اليوزر جينيريتد كونتنت، وهنا فين كتكون انت مكلف فقط بانك تكري واحد الفيديوهات يو جي سي البراندز ديال الايكوم او الناس اللي كيبيعوا دي سيرفيس واحد اخرين. السيرفيس الرابع هو الكوبي رايتين والاوفر كرييشن. اش كنقصد بالكوبي رايتين؟ هي مثلا نفترض انني كنكري واحد الكونتنت في يوتيوب، فانا راه كنحتاج انني نخدم معايا واحد الناس اللي يكونوا كيكتبوا لي مثلا سكريبتات ديال الفيديو. يعني بكل بساطه الكوبي رايتين هو السكريبتين. زائد نقدر مثلا نكون كنعاون حتى الناس انهم يكريو واحد الاوفرز اللي زوينين. السيرفيس الخامس هو الويب سايت ديزاين او لا لي لاندين بيج. فهنا نقدر نكري واحد لاجونس اللي متخصصه في انها كتكري الويب سايت ديزاين وحتى لي لاندين بيج لي سيرفيسز او لا حتى الناس اللي عندهم واحد البراند ديال الايكوم. كيفاش تبني واحد السيرفيس اللي غادي تقدم او لا كيفاش تبيلدي واحد الاوفر؟ اول حاجه واللي مهمه هي انه خصك تحدد النيتش ديالك. مثلا واش باغي تخدم مع الدكاتره او لا باغي تخدم مع الشركات اللي كبار او لا صغار او لا شنو هي لاندستري ديال هاد الناس اللي باغي تخدم معاهم؟ واش اطباء، واش في مجال الصحه، واش مجال التعليم، اين مجال. من بعد ما كنحددوا النيتش ديال الناس اللي باغيين نخدموا معاهم او لا مثلا باغيين نقدموا لهم واحد السيرفيس، فهنا شنو هو الدور الثاني؟ هو خصنا نحددوا شنو هو هذا السيرفيس او شنو هي هذه الخدمه اللي باغيين نبيعوا. فهنا بكل بساطه من بعد مثلا نفترض انني باغي نخدم او حدد النيتش ديالي ولقيتها هي النيتش ديال الاطباء، فانا شنو خصني نمشي نقلب على شنو هي هذه المشكله اللي كيعانيو منها هذا النيتش ديالي. واش ما عندهمش الوقت، واش باغيين يبرانديو راسهم او لا شنو هو المشكل اللي كيعانيو منه. فهنا من بعد ما كنحدد زعما السيرفيس او شنو البروبليم اللي باغي نحل،
فراه اهم او لا اذكى حاجه هي انني نحاول نبدا نوفري واحد الباكيج، مثلا واحد البلان يقدر يكون مثلا الاول الثاني الثالث، ونبقى ادابتي على حسب الكلاينت، ونخلي الكلاينت هو في الاخر راه ما مخليش ليه الحريه، ولكن هو غيحس براسو بحال راني مخلي ليه واحد الحريه باش انه يختار ما بين لي باك. بكل بساطه بطبيعه الحال غيكونوا كاملين مربحين، فقط كيكون داك الاختلاف ديال واحد الباك غيكون كيربحني اكثر وواحد الباك قل. والحاجه عاوتاني الثانيه نقدر نركز عليها واللي غادي تفيدني بزاف هي نحاول اوفري واحد لي سيرفيس او لا واحد الباكيج اللي فيه واحد السبسكريبشن. اش كنعني بواحد السبسكريبشن؟ يعني يبقى ديما يرجع عندي، بحال مثلا نحاول نقدم واحد السيرفيس اللي يكون مثلا داك البيزنس اكس كون كيخلص لي واحد 10000 درهم الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، هكا باش نسهل عليا البروسيس ديال الخدمه. يعني باش من نجيب عندي واحد الكلاينت يكون كيحط لي واحد المونطون مثلا شهري ديال 5000 6000 ولا اي ثمن، ويكون كيحطوا لي شهر من مورا شهر، هكا باش يسهل عليا انا نبقى نجيب كلاينتس جداد ونحاول نحافظ على دوك الكلاينتس اللي قدام. كنا عارفين ملي كتكون باغي تلونسي واحد الايجنسي ديالك فراه البورتفوليو هو واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، ولكن الا كنتي واحد الانسان اللي باقي مبتدئ ففي الغالب ما غيكونش عندك بورتفوليو. فانا غادي نشوفوا دي ميثود كيفاش تقدر تبني واحد البورتفوليو واخا ما عندكش كلاينتس ولا عمرك ما خدمتي معاهم. اولا خاصك تعرف بان البورتفوليو اهم نقطه باش انك تبيلدي واحد تراست بينك وبين الكلاينت، لحقاش الناس في الغالب ما غيبغيوش يثيقوا في واحد الناس اللي ما خدموش معاه من قبل. فهنا شنو الحاجه اللي باش تشجع الناس انهم يخدموا معاك؟ هي في الاول تقدر دير واحد الاوفر او واحد الديسكاونت ديال ناقص 50% من الاثمنه، ولا طيح الاثمنه بزاف في المقابل ديال انك تاخذ تيستيمونيالز او لا الراي ديال هاد الناس هادو اللي غادي تخدم معاهم. علاش؟ باش هكا تقدر تبني واحد البورتفوليو باش من بعد تقدر تماركيتي به لي سيرفيس ديالك، او لا تقدر بكل بساطه كنتي خدام بالبيزنس موديل ديال دروب سيرفيسين، طبيعه الحال غيكونوا خدامين معك واحد الفريلانسرز. هاد الفريلانسرز غيكونوا دي زيكسبير وغيكون ديجا عندهم واحد البورتفوليو، فانا غادي تعرض عليهم بان يعطيوك البورتفوليو ديالهم وتقدر تخدم به باش هكا تقدر تماركيتي لي سيرفيس ديالك. كيفاش تحط واحد الموديل ديال البرايسين؟ يعني بشحال غادي تقدر تبيع السيرفيس ديالك؟ اول حاجه هو خاصك تمشي تقلب على الكومبيتيتورز ديالك. يعني الكومبيتيتورز يعني خصني نمشي نشوف السوق شنو فيه، بشحال هاد المنافسين ديالي كيبيعوا. مثلا انا كنبيع واحد السيرفيس ديال كرياسيون ديال لي سيت ويب، خصني نشوف مثلا هاد الكومبيتيتور كيبيع ب 2000، هذا كيبيع ب 6000، هذا ب 10000، ونحاول نفهم علاش كيبيعوا بهاد الاثمنه. والحاجه الثانيه اللي خصنا نرد ليها البال هي خاصك تعرف بان الموديل ديال البرايسين ديالك خصو يكون كيتماشى مع الفاليو اللي كتقدم. فراه لا يعقل انني نكون كنبيع واحد السيرفيس اللي الثمن ديالو طالع لكن الفاليو ديالو طايح، فراه هنا غالبا الناس ما غاديش يشريو من عندي. بينما الا كنت كنقدم واحد السيرفيس بواحد الفاليو اللي طالعه، فهنا فراه في الغالب الناس غادي يعطيو قيمه لديك الخدمه ديالي ويقدروا يخلصوا لي واحد الاثمنه اللي طالعه. وهنا واحد النصيحه مثلا او لا واحد لاستيوس هي حاول دير واحد السيرفيس، مثلا حاول دير واحد الباك. علاش؟ ملي كدير واحد الباك كتخلي بحال داك الكلاينتس واحد الحريه شويه، مثلا واش يختار هذا الباك الاول الثاني والثالث، حيت كيف ما كنعرفوا البادجيت ديال كل كلاينت كيختلف. يقدر يكون واحد الكلاينت عنده مثلا واحد البادجيت اللي كبير واحد اللي موين، فانا نحاول ندير واحد دي باك مختلفين. بطبيعه الحال مثلا نفترض انني كنبيع سيرفيس ديال المونتاج، فانا نقدر ندير واحد الباك ديال المونتاج فقط ديال 10 ديال الفيديوهات، الباك الثاني فيه 20، الباك الثالث فيه 30. كيفاش ديزايني واحد البيتش بواحد الطريقه لي بروفيسيونيل؟ اول حاجه خاصك تجاوب على السؤال ديال انت شنو الحاجه اللي كتقدم اولا شنو الحوايج اللي كدير اولا شنو هي الاكسبيريونس ديالك. وبالمناسبه الجواب على هذا السؤال خاصو يكون واضح وبسيط وسامبل، ما يكونش معقد. داكشي علاش حاول في البيتش ديالك تكون كتركز على ان البيتش ديالك يكون ديزايني باش انه يحل المشاكل ديال الكلاينت ديالك، ماشي باش تبان انت هو البطل ولا انت اللي واعر. حاول ديما، نصيحه لاي واحد، حنا كنعاونوا الناس، ماشي حنا اللي واعرين، ماشي حنا هو احسن اجونس، ماشي حنا اللي عندنا احسن سيرفيس، مي حنا كنعاونوا مثلا انت تولي احسن سيرفيس ولا كنعاونوك انت تحقق احسن ريزلتس. كيفاش تسيطابي واحد الويب سايت للايجنسي ديالك؟ اولا خاصك تعرف بان كلما كان الويب سايت ديالك كيبان بروفيسيونيل كلما غادي تزيد من المصداقيه ديال لاجونس ديالك وحتى الخدمات اللي كتقدم. بالاضافه على ان الويب سايت ديالك خاصو ضروري يكون كيبين لي سيرفيس ديالك اولا شنو الحوايج اللي كتبيع، وحاول تركز على انك تكون في الويب سايت ديالك كتشرح شكون هما التارجت ديالك اولا شنو هي الاودينس اللي كتستهدف اولا باغي تستهدفها. بالاضافه على انك ضروري تكون كتبريزونطي فيه واحد البورتفوليو ديال الناس اللي ديجا خدمتي معاهم، وحبذا لو باش تزيد من المصداقيه ديال بصح تحاول تزيد واحد تيستيمونيالز. كنقصد هنايا
تيستيمونيالز، هو كتزيد الاراء ديال الناس اللي ديجا خدمتي معاهم من قبل، سواء كان فيديو او لا ميساج او لا ميل مصيفطانو ليك. والهدف ديال التيستيمونيالز هو تشجع ناس واحد اخرين ياخذوا السيرفيس ديالك. كيفاش تبني واحد الهويه للبراند ديال لاجونس ديالك؟ اولا خاصك تعرف بان راه البراند هي السمعه ديالك، فهنا ضروري خاصك تخدم عليها بواحد الطريقه اللي تكون بروفيسيونيل. اول حاجه هي خاصك تختار واحد السميه للبراند ديالك، بطبيعه الحال تكون سميه اللي سامبل سهل الناس انهم يعقلوا عليها. من بعد غادي خصك دير واحد اللوغو لهذا البراند، بطبيعه الحال حتى اللوغو خصو يكون سامبل ما فيهش كثره الالوان. حاول نختار الالوان مثلا اللي كيتماشاو مع السيرفيس اللي كنقدم، ماشي مثلا انايا كنبيع واحد السيرفيس هاي تشيكيش وندير واحد الالوان اللي كيخليو ان البراند ديالي تبان انها واحد لاجونس اللي لو تشيكيش. بالاضافه على انني خصني نحاول نخلي البراند ديالي تبان بروفيسيونيل وسهل ان الناس يعقلوا عليها. بالاضافه على ان خص يكون نفس الميساج، نفس الالوان، نفس اللوغو، نفس السميه كيدوروا في كاع لي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا. ماشي انايا في السوشيال ميديا ديال انستغرام دير واحد اللوغو بالكحل، في السوشيال ميديا ديال يوتيوب داير واحد اللوغو بالزرق، في فيسبوك داير بالخضر. خاص ضروري تكون البراند ديالي مخدومه مزيان كتبان بروفيسيونيل، ونفس الحاجه كاينه في كاع لي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا وكاملين كنكومونيكيو نفس الميساج. كنا كنعرفوا باش انك تماناجي واحد لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ في هذا الشيء راه معقد وصعيب بزاف وكيكونسومي بزاف ديال الشيء. فهنا ضروري تكون عندك واحد لاجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ، فضروري خصك تخدم مع واحد التولز اللي يقدروا اوتوماتيزيو لك الخدمه. واول تول هي تريلو، وهاد تريلو غادي تعاونك في الماناجمنت او لا تنظم لك كاع البروسيس ديال الخدمه ديالك من حتى لزد. نقدروا نقولوا التول الثانيه اللي غادي تعاونك واللي مهمه بزاف هي سلاك، باش هكا تقدر تكومونيكي مع التيم ديالك كامل، ما تبقاش عشوائيه. لحقاش سلاك كتعتبر واحد البلاتفورم اللي بروفيسيونيل ومديوره لهادشي، ماشي واتساب، حيت واتساب واحد الحاجه ديال المبتدئين وغير احترافيه بتاتا. الحاجه الثالثه او التول الثالثه اللي ممكن تخدم بها هي جوجل شيت. وجوجل شيت تقدر دير به بزاف ديال الحوايج، تقدر تماناجي الكاش فلو ديالك، لي شارج تحسب به مثلا شحال ديال الفلوس دخلتي، شحال الفلوس خرجتي، وبزاف ديال الحوايج. فهنا نصيحتي اي واحد عنده اجونس ديال السوشيال ميديا ماركتينغ ضروري دير واحد التولز اللي اوتوماتيزيو لك الخدمه وما تبقاش غادي بعشوائيه. من اهم الخطوات ملي كتكون عندك اجونس هي تختار واحد الفريلانسرز اللي يخدموا معاك، اللي يكونوا كيقدموا لك واحد الخدمات بواحد الكواليتي اللي تكون مزيان. خاصك تعرف ملي كتكون خدام بالبيزنس موديل ديال دروب سيرفيسين، يعني ما عندكش واحد تيم اللي او لا ما عندكش واحد لي سالاري اللي خدامين معاك لونغ تيرم، فهنا فراه النجاح ديال لاجونس ديالك تيعتمد على انك تهايري واحد الفريلانسرز اللي كيقدموا واحد الخدمه بكواليتي طالعه. داكشي علاش خاصك ضروري ترد البال لهاد القضيه. فهنا شنو غادي خصك ملي تكون باغي تهايري واحد الفريلانسرز، ضروري خاصك تسول على التراك ريكورد. شنو كنقصد هنايا بالتراك ريكورد؟ يعني خاصهم ضروري يعطيوك الخدمات ديالهم او لا شنو مثلا واحد البورتفوليو كيبينوا لك الناس اللي خدموا معاهم من قبل، باش هكا تقدر تعبر وتشوف الكواليتي ديال السيرفيس اللي كيقدموا. وفي نفس الوقت ماشي يوريك واحد البورتفوليو صافي تقول هذا راه ناضي، لا ضروري خصك تجربوا في واحد الخدمه اللي تكون صغيره باش هكا تشوف بصح زعما واش داك التراك ريكورد او داكشي اللي بارطاجا معاك راه ديالو بصح وهو اللي قدم ديك الخدمه. من اصعب الحوايج هي انك تماناجي الناس اللي خدامين معاك اونلاين. انا عارف بان بزاف ديال الناس كيعانيو من واحد المشاكل كبيره، هي ما كيعرفوش كيفاش يقدروا يماناجيو التيم ديالهم اونلاين. فهنا ضروري غير خصنا نستعملوا واحد التولز اللي يسهلوا علينا هاد التاسك هادي. اول تول هي تريلو اللي غادي تعاونني باش انني نماناجي البروجيات ديالي كاملين ما يبقاش غادي بعشوائيه. التول الثانيه هي سلاك باش كنقدر نكومونيكي مع التيم ديالي بواحد الطريقه زعما اللي بروفيسيونيل وسهله، لحقاش واتساب هي كتعتمد واحد الميثود اللي عامره شويه بالعشوائيه وكتكون مخربقه وما مديوراش اصلا باش انك تماناجي الخدمه او الخدمه اللي بروفيسيونيل. التول الثالثه هي جوجل شيت، نقدر حتى هي ننظم فيها. هي طبيعه الحال تقريبا راه بحال تريلو، غير تريلو نقدر نقولوا كتسهل عليك اكثر. جوجل شيت كيخصك ضروري تكون عندك واحد الاكسبيريونس فيه، تكون ديجا خدمتي به من قبل، اولا بكل بساطه تشري دي موديل زعما اللي ديجا واجدين. راه كاين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا دي موديل واجدين ديال جوجل شيت باش هكا تقدر اوتوماتيزي الخدمه ديالك. ونصيحتي ليك ضروري تحاول من الاول تبدا منظم باش هكا ما يتلفوش لك لي بروجي ديال الناس اللي كتخدم معاهم، اولا ما يطراش لك واحد التخربيق، اولا حتى ملي تبغي تسكيلي ما تلقاش راسك انت خدام بعشوائيه، وملي غادي تبغي تسكيلي غتلقى واحد المشكل ديال انك غادي تسكيلي بعشوائيه. فهنا الكواليتي ديال السيرفيس ديالك غادي طيح في واحد التخربيق، فهنا تقدر تريسكي بان لاجونس ديالك تريد. داكشي علاش من الاول بدا منظم وبدا بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل. ثلاثه ديال لي بروسيس مهمين الايجنسي ديالك. اولا خاصك تعرف الا كان عندك واحد البروسيس اللي واضح واحد الرؤيه وكل شيء عندك منظم، فهاد الشيء غادي يعاونك باش انك تسكيلي بواحد الطريقه اللي سريعه. العكس الا كنتي
كلشي عندك مخربق وغادي بعشوائيه. فهنا اول بروسيس خاصك تبني هو اون بوردين كلاينتس، يعني خاص يكون عندك واحد البروسيس ديال كيفاش كتجيب كلاينتس جداد وكيفاش كتكلوزيهم، كيفاش كدوز سيلز ميتينغ، يعني الجورني اللي كيدوز منها واحد كليان كيكون شافك اولا واحد الليد حتى كيتحول انه يشري السيرفيس ديالك. نقدروا نقولوا البروسيس الثاني اللي خصو يكون عندك هو المانجمنت ديال البروجي. هو مثلا كنت عندك واحد لاجونس ديال سيت ويب، كيفاش كتماناجي داك البروسيس ديال الخدمه دو ا زد، كيفاش كتكومونيكي مع الكلاينت. المهم خص يكون عندك واحد البروسيس ديال كيفاش كتماناجي على حسب السيرفيس او الخدمات اللي كتقدم. وثالث حاجه هي خص يكون عندك واحد البروسيس ديال كيفاش كديليفري للكلاينت ديالك، واش كديليفري ليه في جوجل شيت، واش كديليفري ليه في واحد تول، اولا واش كتخدم معاه بجوجل درايف. المهم خاص يكون عندك ضروري واحد البروسيس ديال كيفاش الكلاينت كيخدم معاك النوبه الاولى حتى انك ديليفري ليه الخدمه ديالك، الخدمه ديالو بواحد الطريقه زعما اللي تكون بروفيسيونيل. وخاصك تعرف بان كلما كنت منظم او عندي واحد البروسيس، فهاد الشيء غادي يعاونني باش نزيد من البروداكتيفيتي سواء ديالي سواء ديال التيم اولا ديال لاجونس بصفه عامه. وهذا الشيء غيعاونني باش حتى نبان بروفيسيونيل والخدمه ديالي غتكون منظمه. اهم حاجه هي خاصني نكري واحد البيزنس بلان لاجونس ديالي. خاص ضروري يكون عندي واحد بيزنس بلان او نكري واحد البيزنس بلان اللي كيتماشى مع الفيزيون ديال لاجونس ديالي، يكون كيتماشى مع الاهداف ويكون كيتماشى مع حتى الاستراتيجي اللي حاط. الحاجه اللي خاصك تعرف بان البيزنس بلان ديالك خاصو يكون ضروري عنده علاقه بالتوقعات الماليه، فين بادي، فين باغي توصل، شنو العوائق اللي غادي يواجهوك مثلا ماديا. بالاضافه على انه خاص يكون عندك استراتيجي ديال الكلاينت اكيزيشن. اش كنقصد بالكلاينت اكيزيشن؟ هي تكون عندك واحد استراتيجي اللي كتقدر تجيب لك كلاينتس بواحد العدد اللي كبير بزاف، باش هكا ما تحبش، ماشي مع تبدا تلقى راسك ما عندكش كلاينتس وتريب. فهنا ضروري خاص يكون عندك البي بي يكون مفوكسي على كيفاش تقدر تجيب كلاينتس بزاف. بكل بساطه لحقاش كل ما جبتي كلاينتس بزاف كل ما غادي تبيع اكثر، كل ما غيكون عندك كاش فلو اكثر، كل ما بعدا اولا غادي تتفادى المشكل الاول ديال العوائق الماليه او الازمات اللي كيواجهوهم كاع لي بيزنس. بالاضافه على ان خاصك تعرف كل ما كان عندك واحد البي بي اللي واضح، هذا الشيء غادي يعاونك باش انك تكبر البيزنس ديالك بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل. النيتوركين وبناء العلاقات. كاين واحد المثال انجليزي كيعجبني بزاف كيقول لك your network is your network. وشنو المقصود ديال هذا؟ هو ان الثروه الحقيقيه ديالك كتجلى في عدد المعارف اللي عندك. فهنا خاصك ضروري انت كواحد صاحب مشروع عندك اجونس ولا اي بيزنس كيف ما بغى يكون نوعه، خاصك ضروري دير واحد العلاقات مع بيزنس اونرز واحد اخرين ومع الناس اللي بروفيسيونيل اللي عندهم علاقه بالمجال ديالك. فهنا تقدر مثلا بعض المرات كتخرج غير شي ابديت جديده ولا شي حاجه كتلقى واحد الانسان اللي معاك في الدومين كيوريها ليك ولا كيحل لك عينيك على واحد الفرص اللي جداد، اولا مثلا كتلقى واحد الشخص كتعرفو مثلا كتلقاه هو الوجه الاعلاني ديال البيزنس ديالك. فين ما كيتلاقى مع واحد الشخص مثلا كيقول لك داك الشخص راني محتاج واحد لي سيرفيس ديال السوشيال ميديا، كتقول راه كنعرف واحد فلان، فهنا راه كتلقاه كيسوق لك البيزنس ديالك. داكشي علاش حاول تبني واحد العلاقات اللي تكون زوينه مع الماكسيموم ديال الناس. فهنا تقدر تحاول تركز على انك تمشي لي زيفينمون بزاف اولا تبدا تجويني دي جروب اولا كوميونيتيز اللي يكونوا اونلاين بطبيعه الحال اللي يكونوا عامرين بالتارجت ديالك. من اهم الحوايج هي الكومونيكاسيون في لاجونس ديالك. خاصك تعرف واحد القضيه، كلما كنتي كتكومونيكي مع الكلاينتس ديالك فهاد الشيء غادي يعاونك باش انك تبني واحد نقدروا نقولوا واحد ريليشن شيب اللي قويه اولا واحد العلاقه اللي قويه مع الكلاينتس ديالك. هاد الشيء اللي غادي يعاونك باش انهم يبقاو معك لواحد المده اللي طويله. فاهم قاعده اولا واحد القاعده ذهبيه هي كون واضح مع الكلاينت ديالك وما تكذبش. باش كنقصد هنا ما غاتكذبش في المساله ديال التايم لاين. واحد البروجي مثلا غياخذ سيمانه نقول له خويا هذا البروجي غياخذ سيمانه، واحد البروجي غياخذ شهر نقول له خويا هذا البروجي غياخذ شهر، اولا انت كاع ديما بقى تطول. مثلا واحد البروجي كياخذ سيمانه نقول له خويا غياخذ جوج، واحد البروجي غياخذ 3 سنين نقول له خويا غياخذ شهر، باش هكا ما تحاول ما تبريسيش راسك. بالاضافه الحاجه الثانيه هي خاصك تكون واضح في المساله ديال البرايس. انا كنبيع هذا السيرفيس بقدا وقدا باش هكا ما يطرش لي واحد المشكل من بعد. والحاجه الثالثه واللي كنركز فيها الدراري هي ما تعطيوش واحد الوعد اللي ما تقدوش عليها. ما تقولش للكلاينت مثلا غنعاونك توصل ل 1 مليون دولار في شيفر دافير. الشيء مثلا لنفترض انك كتبيع واحد السيرفيس ديال ميديا باي، غتقول ليه مثلا غنقدر نعاونك تطلع الشيفر دافير ديالك ب 20%، واخا تكون انت قادر تطلعو ب 30% خويا قول ليه غير 20 باش حتى لا طرا شي مشكل ما يطراش لك مشكل، او لا يقول هاد لاجونس او هاد الشخص هذا كيبيع سيرفيس وراه ما كيديليفريوش الريزالتس.
كيفاش تسكيلي واحد الايجنسي بلا ما طيح الكواليتي. خاصك تعرف ملي كنبغيو نكبروا او اللي كنبغيو نسكيليو، فراه اهم او الحاجه اللي خصنا نردوا معاها البال هي اننا خصنا نحافظوا على نفس الكواليتي. لحقاش بكل بساطه الا ما كناش كنبيعوا واحد السيرفيس بواحد الكواليتي اللي مزيانه، فهنا الناس ما غيكملوش معنا وغادي يمشيو في حالاتهم. فهنا نصيحتي للناس اللي كيخدموا مع فريلانسرز او اللي كيخدموا بالبيزنس موديل ديال دروب سيرفيسين، ردوا البال مع الفريلانسرز اللي كدروبيو معاهم السيرفيس. فهنا خاصك ضروري تركز على انك تكون متاكد انك كتخدم مع واحد الفريلانسر اللي كيقدم لك واحد الخدمه بواحد الكواليتي اللي مزيانه، بالاضافه على انه كيحترم الوقت وبزاف ديال الحوايج، بالاضافه على انك خاصك ضروري تكري واحد البروسيس وتحاول انتغري الاي اي باش هكا تقدر اوتوماتيزي البروسيس ديالك. فراه هنا غالبا كتلقى بزاف ديال المبتدئين ملي كيكونوا يلاه بادين الايجنسي ديالهم ما كيخدموش اي اي، ما كيدخلوش تولز باش اوتوماتيزيو الخدمه ديالهم باش كيقدروا يسهلوا عليهم الفاز ديال السكيلين وما يريسكيوش بان الكواليتي ديالهم طيح. كيفاش تجيب اول كلاينت للبيزنس ديالك؟ انا عارف بان الكلاينتس الاولين كيكونوا صعاب بزاف باش تجيبهم، لكن غادي نعطيكم واحد لاستيوس كيفاش تقدروا ديروا هذه القضيه. لحقاش بكل بساطه ملي كتجيب الكليان الاول الثاني الثالث اوتوماتيكمون كتفهم الجيم، كيسهل عليك هذا الشيء. غنعطيك واحد لاستيوس كنت كنخدم بها من قبل باش كنت يلاه بادي، هو انني كنت كنوفري واحد السيرفيس فابور. غتقول لي انا باغي نربح فلوس علاش غنوفري واحد السيرفيس فابور؟ انت ملي كتكون يلاه بادي ما كيكونش عندك واحد الاكسبيريونس، ما كتكونش عندك واحد البورتفوليو، الشيء غير داك لو في ديال بنادم اكسبتي راه هو دير فيك بليزير، علاش راك غادي تتعلم فيه. فهنا تقدر يا اما تبيع فابور، او الا كان البيزنس ديالك كياخذ شويه ديال لي شارج تقدر تحسب لي غير دوك لي شارج مثلا اللي صار بحال دابا كتبيع واحد السيرفيس ب 4000 درهم، لي شارج ديال داك السيرفيس ب 1500، حاول تفاكتوري على الكليان غير 1500 درهم. غتقول ليه في المقابل غادي تعطيني واحد تيمونياج او لا سواء كان فيديو اوديو كتشرح لي او كتقول لي كيفاش كانت التجربه ديال الخدمه ديالك. علاش؟ باش هكا هاد التستيمونيالز هو اللي غادي تماركيتي به باش تجيب واحد الكلاينتس واحد اخرين. حيت بكل بساطه حتى شي واحد ما كيتيق. مثلا انت اللي كتشوف هذا الفيديو الا جيت قلت لك واش تمشي عند واحد طبيب السنان، انت اول واحد غيحيد ليه درسه بطبيعه الحال ما غاديش تاكسبتي. اولا تقدر تقلب على فريلانسرز اللي ديجا عندهم واحد البورتفوليو اللي واجد باش كيقدروا يعطيوه لك وتستعملوه في الماركتينغ ديالك. وهنا غنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. داكشي علاش ما تنساش دير فولو لهذا الكونت الا كنتي انتريسي بمعلومات على السوشيال ميديا ماركتينغ، او لا انتريسي بمعلومات على كيفاش تقدر تلونسي الايجنسي ديالك من الزيرو. وحيت كملتي الفيديو حتى الاخر عندي لك واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، بغيت نقول لك بان راه يلاه لونسينا توربو جروث كوميونيتي لي فور فري اللي ما غاديش تخلص فيها حتى شي درهم، وغادي تاخذ فيها معلومات وواحد لي كورسز بزاف ديال المجالات في السوشيال ميديا ماركتينغ، منهم الفيديو ايديتين، كونتنت كرييشن، افيلييت، الميديا باينج، وحتى معلومات على كيفاش تلونسي الايجنسي ديالك من الزيرو، من كيفاش تحدد النيتش ديالك، كيفاش تختار السيرفيس اللي غادي تبيع، كيفاش دير اوفر، وحتى كيفاش تجمع واحد تيم وتسكيلي الايجنسي ديالك. المهم اللينك ديال هذا الكوميونيتي غتلقاوه في الديسكريبسيون تحت من هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد.